في بداياته، خصوصا لما كانت المباريات النهائيه والمباريات الكبيره ليست فيها اطراف من المغرب او تونس. دي حقيقه والكل يعلم بذلك. وهو كان راجل يعني بيتكلم ان هو زي بيمشي اللي تمشي مع الصيفه يعني بمعنى ادق يعني. لكن هو امبارح كان حاول في بدايه المباراه يبقى متوازن، لكن دايما اللي بيبقى ضميره مش سالك بتقع منه حاجات كتير. انا عايز اقول انه مش التعليق بس، التعليق والتحكيم. انا لسه مصر على موضوع التحكيم. التحكيم من 2010، من 2000 سنه 2000 الى 2015 و2018 كانت مسيطره عليه تونس تماما في الاتحاد الافريقي. الان اتقلبت الايه والكفه لصالح المغرب وبالادله. حادثه انرامو موجوده عيانا بيانا، والحكم 2010 انا فاكر التاريخ 26/10/2010. وبعد منها الحكم تحول للتحقيق واتشطب لمتي لمتي الغاني. القصه الموضوع كبير، ولازم على الصعيد الرياضي وعلى صعيد الجهات التنفيذيه عندنا في الرياضه لازم يبقى لنا دور مع الانديه ومع المسؤول. هو ايه النهارده لما انا مش لازم اعلن، لما انا النهارده وزير رياضه اجيب الراجل اللي عندنا في الاتحاد الدولي ده، تعالى يا عم انت بتعمل ايه؟ لما يجي حتى مصر ايه المشكله؟ يا فندم وديا انا جايبك اخويا، انا راجل، هو من البدايه. هو حضرتك انت عشان تنجح في الاتحاد الافريقي انت فاكر بتنجح رياضه بس؟ لا يا فندم، الموضوع اكبر من كده. الدوله جماعات كل الاجهزه بتساند ومش هو بس، بيحصل ده مع بقيه الناس اللي هي في الاتحادات الدوليه. معروف. وانا فاكر انه هو النهارده الدكتور حسن مصطفى وهو قيمه وقامه في الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الدولي لاكثر من 20 سنه. راجل بيقدر يعمل حاجات كتير لمصر، بطولات بتيجي في مصر. انما احنا كل اللي بيعمله كابتن هاني ابو ريده جاب لنا بطوله كان الاتحاد الافريقي مزنوق فيها والحمد لله خلصت عليه وعلى اتحاده.